في كده معلومة صغيرة، حد من الأصدقاء المقربين ليا قال لي: هو أنت ليه ما بتعملش تخمين عربيات؟ اللي هو قول لي إيه نوع العربية في العربيات الكهرباء. فأنا قلت له بصراحة العربيات الكهرباء ممكن لسه جديدة علينا في السوق، فممكن الناس ما تعرفهاش قوي. تاني حاجة، عربيات الكهرباء ما يبقاش فيها غير شكل الطارة وشاشة فيها كل حاجة. يعني انا لو عملت كده وقلت لك قول لي ايه نوع العربيه، شكل الطاره بشكل الشاشه، طبعا الناس اللي بتحب العربيات الكهرباء او اللي مهتمه بالعربيات الكهرباء هي اللي ممكن تعرفها، لكن بقيه الناس لسه موضوع العربيات الكهرباء جديده علينا، فلسه الناس مش يعني لسه حاجه جديده بنكتشفها، فمش عارفين ايه هي. حتى كمان معظم العربيات الكهرباء زي ما قلت لكم بتنزل بشكل الطاره الشاشه بيبقى فيها كل حاجه. هو طبعا هنا بقى بيبقى فيها شاحن وايرلس وكل حاجه. ده مكان المفتاح في البي واي دي السيجل. فعشان كده انا مش بعمل تخمين سيارات او قول لي نوع العربيه في العربيات الكهرباء لحد بس ما العربيات الكهرباء تنتشر اكتر من كده. يعني انا عارف ان العربيات الكهرباء بدأت تنتشر دلوقتي، وبدأ يبقى ليها مكان في السوق، وبدأ يبقى في عربيات كمان يوزد بتتباع زي البي واي دي السونج ال والسونج بلس، اكتر عربيتين منتشرين اوي في الكهرباء. فعشان كده انا مش بعمل تخمين للسيارات في العربيات الكهرباء. لايك وفولو وشير بقى كده، عشان في عربيات كتير قوي جايه حلوه في برنامج الطاره مع معتز هشام. اوعى اوعى دي مش معناه ان ما تشتريش العربيه، عشان في ناس فاهمه الكلمه دي غلط. ماشي.